بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام مشاهدينا متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، حياكم الله وأهلا وسهلا، مرحبا بكم، طابت أوقاتكم بكل خير في اليوم الثاني من الجولة 13 هنا في ملعب النجف الدولي، في أمسية جميلة من أمسيات دوري نجوم العراق، نوروز القادم من الشمال بمواجهة نادي القاسم ممثل بابل الوحيد، مدينة الجنائن المعلقة التي علمتنا القراءة والكتابة والعلوم والابتكارات، بمواجهة نوروز القادم من خسارة أمام الأنيق الطلابي يبحث عن تعويض، بمباراة صعبة أمام القاسم الذي قدم روحية عالية أمام القرمة رغم الخسارة والظروف القاسية التي يمر بها نادي القاسم في هذا الموسم. حقيقة نتمنى التوفيق لكلا الفريقين بمشاهدة مباراة جميلة هنا على ملعب النجف الدولي، الملعب المفترض لنادي القاسم في هذه المباراة. نادي القاسم الذي طبعا يقوده المدرب حسن هادي، يدخل بحراسة المرمى مصطفى جاسم وإيلي سواه المحترف البوركيني، وأيضا محمد علي وسجاد جمهور وسيف الدين ظاهر، مرتضى قصاد، علي حسن، ذو الفقار محمد، مسلم عقيل، وعلي عمار، وإشهاب أحمد. هكذا هي تشكيلة وكتيبة طبعا نادي القاسم في هذه المباراة. بينما على الجانب الآخر نوروز الذي يدخل هذه المباراة وأيضا عينه على اقتناص النقاط الثلاث في هذه المباراة، الذي طبعا يقوده المدرب ولي كريم، يدخل بحراسة المرمى رضا عبد العزيز ومحمد دلاور، جيفرسون سانتوس وجوشوا أكبوتشي ومحمد حسين الحايك وروى يوسف، محمد رضا وأحمد إيسيا ومروان حسين وكلاوديو أوليفيرا وكذلك نيتو أكارا. هكذا هي تشكيلة وكتيبة نادي نوروز أبناء السليمانية الذي يدخلون هذه المباراة في مباراة مهمة يقودها طبعا الحكم أحمد جمعة، وصافرة الحكم المباراة تأتي بالبداية لانطلاقة هذه المباراة لحساب الجولة 13 من دوري نجوم العراق في موسم 2025-2026. الطاقم التحكيمي الذي يقود هذه المباراة بقيادة أحمد جمعة، بينما يساعد واثق مدلل مساعد أول، وحسين نجم مساعد ثاني، وباقر عبد الأمير حكم رابع، وعصام فاضل في غرفة الفار. هكذا هو الطاقم التحكيمي في هذا اللقاء في هذه المباراة لحساب الجولة 13 في دورينا، في مباراة مهمة بالتأكيد لكلا الفريقين في هذه المواجهة التي تجمع نادي القاسم مع نادي نوروز هنا في ملعب النجف الدولي، الملعب المفترض لنادي القاسم في هذا اللقاء. مباراة لا شك أنها مهمة جدا لفريق نوروز، وأيضا حتى على الجانب الآخر نادي القاسم الذي يبحث عن نتيجة إيجابية يجعلها نقطة انطلاق للمباريات القادمة مع الظروف الصعبة التي يمر بها نادي القاسم في هذا الموسم. على الجانب الآخر نادي نوروز الذي انطلق في مباراتين وفاز بها على فريق النفط وفريق الغراب، بعد ذلك تلقى خسارة من أمام الطلبة في الجولة الأخيرة. بينما نادي القاسم القادم من خسارة من أمام نادي القرمة بهدف نظيف. نعم، هو قدم مباراة جميلة نادي القاسم في المباراة الماضية، كانت مباراة جيدة لنادي القاسم وخسرها بهدف أمام فريق لا شك أنه فريق قوي في هذا الموسم، تتحدث عن نادي القرمة. بالتأكيد نتمنى أن نشاهد مباراة جميلة بين الفريقين، وكل التوفيق لفريق القاسم ولفريق نوروز في هذه المباراة. نتمنى أن نشاهد المتعة والإثارة حاضرة بأقدام اللاعبين، ونتمنى أن نستمتع بأحداث هذه المواجهة. كرة من هناك لمصلحة نوروز، تلعب الكرة من هناك محاولة، ولكن الإبعاد يأتي من دفاعات نادي القاسم، والكرة مرت من هناك إلى رمية تماس لمصلحة فريق نوروز. يبدأ هذه المباراة يريد أن يسجل هدف كتيبة المدرب ولي كريم، التي حقيقة ليست على ما يرام، خصوصا يعني نتحدث عن بداية الموسم لنادي نوروز. في هذا الموسم بالنسبة لنادي نوروز الذي حقيقة خسر ب6 مواجهات أو 5 مباريات متتالية
بالنسبة لنادي نوروز خسر في الجولة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. بالنسبة لنادي نوروز في بداية هذا الموسم هذه كرة محاولة وخطيرة، ولكن الإبعاد يأتي من فريق ودفاعات نادي القاسم، والكرة عادت من جديد في وسط الملعب، عادت لمصلحة فريق نوروز. لا زال يبحث نوروز مع بداية المباراة، يريد أن يستثمر وضع نادي القاسم الصعب. هذه كرة محاولة، ممكن التسديد باليسار، سدد كرة، ولكن الكرة عادت لا زالت خطيرة داخل منطقة الجزاء، وبالتالي مرت من هناك إلى ركنية. نعم، نوروز بادي بقوة، بادي يحاول أن يسجل هدف مع بداية المباراة، يحاول أن يستثمر وضع نادي القاسم الصعب في هذا الموسم. بالنسبة لنادي القاسم، ذو الفقار محمد بالسلامة إن شاء الله، لاعب نادي القاسم. في الكرة الماضية كانت في محاولة لنوروز، الداخل بتشكيلة جيدة، تحدث عن جيفرسون سانتوس البرازيلي والنيجيري جوشوا أكبوتشي، وأيضا تحدث عن أحمد إيسيا النيجيري محترف، وأيضا كلاوديو أوليفيرا البرازيلي مع نيتو أكارا البرازيلي الآخر في تشكيلة نوروز. أبناء السليمانية الذي حقيقة قدموا مستوى جميل جدا في الموسم الماضي، وبالتالي يحاولون أن يصلون ويحققون مركز متقدم في هذا الموسم، إلا أنه طبعا الأزمة المالية التي كانت يمر بها نادي نوروز في بداية الموسم، يعني بالتالي صعبت المهمة على نوروز في بداية الدوري. ولكن الآن نوروز يحاول مع عودة المدرب ولي كريم لنادي نوروز، يحاول نوروز في هذا اللقاء وفي هذا الموسم أن يغير وضعه ويعدل مسار الفريق. كرة اللعب الآن لمصلحة نادي القاسم، كرة اللعب أمامية من هناك بالراس، الإبعاد يأتي، الكرة لا زالت نادي القاسم في هذا اللقاء والبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية، بينما هنا هجوم يأتي لمصلحة نادي نوروز، يحاول بهذه اللحظات من هنا عن طريق نيتو أكار لعب كرة داخل منطقة الجزاء، ولكن الإبعاد، الكرة أبعدت من أمام كلاوديو أوليفيرا البرازيلي، وبالتالي مرت من هناك إلى رمية تماس، رمية جانبية. لعبت الكرة بشكل سريع لمصلحة نوروز داخل منطقة الجزاء وخطيرة، هذا أوليفيرا، كلاوديو أوليفيرا، خطيرة وعرضية، ولكن الإبعاد يأتي من مصطفى جاسم، إبعاد ناجح، والكرة مرت من هناك بأمان وسلام على مرمى القاسم. هذا كلاوديو أوليفيرا المحترف البرازيلي، واحد من الأسماء المميزة بفريق نوروز، وهذا الرجل الواضح في الصورة ولي كريم مدرب نادي نوروز. هذا الرجل صاحب 54 سنة اللي طبعا سبق وان درب سيروان عام 2005، وايضا درب فرق عديدة في دورين، نتحدث عن الكرخ وكركوك والاندية الاخرى في دورينا، وبالتالي يبحث هذا الرجل وجمهور نادي نوروز يتأمل خيرا بهذا الرجل المدرب ولي كريم الذي دائما ما نشاهده يحقق نتائج طيبة مع نوروز، بينما كرة من هناك يحاول فيها والإبعاد، الكرة مرت من أمام البرازيلي كلاوديو أوليفيرا، مرت من هناك إلى كرة في وسط الميدان من جديد، يحاول بها بهذه اللحظات لنادي نوروز على جهة اليسار، يحاول المرور، لعب كرة ممتازة وداخل منطقة الجزاء، هذه خطيرة، ولكن مرت كرة كانت خطيرة من محمد رضا، عادت في وسط الميدان، تمريرات من جديد، لا زال جيفرسون سانتوس، جيفرسون البرازيلي في وسط الميدان، من هناك محاولة صناعة فرصة جديدة، محاولة إيجاد الفراغات والثغرات بدفاعات نادي القاسم، الكرة من هناك، هذا البرازيلي وهذه خطيرة، الله 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 على نوروز بهذه اللحظات، كان خطير، كان بالإمكان أن يسجل هدف بكرة كانت خاطفة، ولكن مرت مع توجيهات المدرب الواضح في الصورة حسن هادي، الذي تحدث في المؤتمر الصحفي وقال يعني اللاعبون يعني التزموا للمرة الأولى في هذا الموسم بالوحدات التدريبية، هذا ما تحدث به طبعا حسن هادي، وأيضا تحدث أنه قال قمنا بإعداد تشكيلتين لهذه المباراة، وأيضا تحسبا طبعا لإمكانية تسجيل اللاعبين على النظام
لضمان الجاهزية الكاملة. هذا ما تحدث به طبعا مدرب نادي القاسم حسن هادي في المؤتمر الصحفي قبل هذه المباراة. بالتأكيد نادي القاسم والظروف الصعبة التي حقيقة لا نتمنى أن نشاهد أي نادي في دورينا يمر بظروف قاسية جدا في هذا الموسم. تحدث عن نادي القاسم، نتمنى أن يعود، نتمنى نظرة من المسؤولين لهذا النادي الوحيد لمدينة بابل. مدينة بابل تستحق أكثر، مدينة الجنائن المعلقة، هذه المدينة الكبيرة، المدينة التاريخية، تستحق أن يمثلها نادي. ونادي القاسم نعم مثل مدينة بابل خير تمثيل، لكن يمر بظروف صعبة. نتمنى حقيقة أن يعود وتنتهي هذه الأزمة المالية ويعود نادي القاسم كما شاهدناه الموسم الماضي. نادي القاسم الموسم الماضي كان في المركز العاشر ب52 نقطة بالنسبة لنادي القاسم، وبالتالي نتمنى كل التوفيق لنادي القاسم وحتى لبقية أندية دورينا أن تعود وتكون المنافسة قوية. وهذا طبعا بالتأكيد جميعه يعني يصب لمصلحة دورينا، والمنافسة في دورينا تكون أجمل وأفضل وأحلى، خصوصا في دوري النجوم. كرة عادت عند حارس المرمى رضا عبد العزيز. طبعا نادي نوروز يدخل هذه المباراة ولديه غيابات، يعني اثنين من عناصره، تحدث عن هاني شاكر وأيضا مرتضى هديب، لاعبين اثنين يغيبون عن تشكيلة نوروز، هاني شاكر وأيضا مرتضى هديب. نوروز فريق الجيد، فريق المميز. كرة عادت عند حارس المرمى رضا عبد العزيز. رضا على جهة اليسار عند محمد رضا. محمد لعب كرة أمامية خطيرة لمصلحة نوروز، لمصلحة أصحاب القمصان الحمراء، نيتو أكار، وهذه كرة خطيرة لا زالت نيتو، محاولة لمصلحة أبناء السليمانية وتسديدة، ولكن الكرة تسديدة عالية تماما مرت إلى خارج أرضية الميدان، خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى لمصلحة نادي القاسم بكرة كانت عن طريق راوى يوسف اللي سبق واللعبة في أربيل، وحتى لعبة مع دهوك وغاز الشمال. بالنسبة لراوى يوسف في تشكيلة نوروز، راوى يوسف طبعا هو عنده هدف، راوى يوسف عنده هدف سجل على فريق الزوراء، هدف وحيد، وبالتأكيد الهدف يكون غالي عندما يسجل على فريق كبير مثل الزوراء الذي حقق نتيجة رائعة جدا يوم أمس. نادي الزوراء يوم أمس فاز على المتصدر أربيل، فاز بهدف، بالتأكيد نتيجة غالية للزوراء. في مباراة الأمس أيضا دهوك فاز على ديالا بهدف نظيف، بينما التعادل في ديربي العاصمة بين القوة الجوية والشرطة بهدف لهدف. هذه مباريات يوم أمس. طبعا أيضا لدينا مباريات في هذا اليوم، 5 مباريات لدينا بنفس هذا التوقيت: أمانة بغداد مع الكرخ، ونفط ميسان مع زاخو. أيضا لدينا مباراة النجف مع الغراف، وأيضا الموصل مع القرمة. هكذا هي مباريات الجولة 13 في هذا اليوم، وأيضا تستكمل المباريات إن شاء الله يوم غد. النفط بمواجهة الكهرباء، والطلبة بمواجهة الميناء. كرة من جديد، الكرة خاطئة، عادت سريعة لمصلحة نوروز في وسط الملعب، ولكن الصافرة موجودة من الحكم أحمد جمعة. خطأ يأتي لمصلحة نوروز أبناء السليمانية. وهذه المواجهة، هذا الواضح في الصورة في الكرة الماضية، نيتو أكار البرازيلي. كرة على جهة اليسار لأصحاب القمصان الحمراء، لعب كرة طويلة ولكن مباشرة بأحضان حارس المرمى مصطفى جاسم الواضح في الصورة مع نادي القاسم. مرت أكثر من 12 دقيقة يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي، وهذا النقل الحصري لمباريات دورينا في مباراة تجمع نادي نوروز مع نادي القاسم في الحساب الجولة 13.
كرة من هناك على جهة اليمين لمصلحة نادي نوروز، لعب كرة خطيرة وبالراس محاولة، ولكن الكرة مرت والكرة لا زالت يبحث بها نادي نوروز بهذه اللحظات. كرة عادت بالخلف عند محمد حسين، استلام محاولة الوصول لمرمى نادي القاسم، عاد الكرة بالخلف من جديد، تمريرات من هناك في وسط الميدان مع عملية التدوير بالكرة، عملية إيجاد الفراغات وتدوير الكرة على جوانب الملعب على جهة اليسار، استلام من محمد حسين ولكن الكرة خاطئة، والإبعاد يأتي من مسلم عقيل إلى خارج أرضية الميدان. كرة لمصلحة محمد حسين الحايك بتشكيلة نوروز، وهذا حكم المباراة أحمد جمعة. حدث عن مباريات نادي نوروز في هذا الموسم، لديه 3 انتصارات في هذا الموسم لغاية الآن. هذه كرة محاولة ولكن الكرة وصلت عند حارس المرمى، عند حارس المرمى مصطفى جاسم، حارس مرمى نادي القاسم، والنتيجة لا زالت بالتعادل السلبي. هسه نشاهد أهداف في هذا الشوط بين الفريقين. نادي نوروز القادم من محافظة السليمانية يحل ضيفا على نادي القاسم في ملعب المفترض هنا في ملعب النجف. كرة عند مروان لكن خاطئة، عادت من جديد لمصلحة فريق نوروز. أحمد إيسيا هذا نيجيري اللي هو طبعا سبق واللعب في القوة الجوية بالنسبة لهذا النيجيري أحمد إيسيا، وأيضا لعب لجيل فيسنتي البرتغالي. كرة من هناك على جهة اليمين لمصلحة نوروز، عاد الكرة بالخلف على جهة اليسار. محمد رضا محاولة لعب الكرة من الخلف والتقدم فيها للأمام وصناعة فرصة جديدة. محمد رضا على جهة اليسار، محمد حسين الحايك ولكن اصطدت، تحولت إلى ركنية، إلى ركلة ركنية لمصلحة نادي نوروز بهذه اللحظات. ومروان حسين، ونظرة على هذه المباراة، مروان اللي يعني سبق وأن سجل في مرمى الميناء وبالتالي يبحث عن هدف من خلال هذا اللقاء، بينما الركنية عن طريق محمد رضا اللي سبق وأن سجل أيضا في مرمى الكهرباء. هذه الركنية لعبت عالية وخطيرة، محاولة ولكن الكرة الماضية مرت إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي القاسم. شوف هذه الكرة الماضية، هذه الركنية لعبت بشكل ممتاز، خروج من حارس المرمى مصطفى جاسم. الكرة لعبت عالية من هناك ولكن مرت إلى رمية تماس لمصلحة نادي القاسم. هذا كابتن نادي نوروز محمد دلاور. رمية جانبية لمصلحة نادي القاسم، كرة اللعب للأمام بالراس، محاولة من هناك. نادي القاسم يبحث بهذه اللحظات ولكن الكرة عادت عند حارس المرمى والإبعاد من رضا عبد العزيز للأمام. الكرة أقرب لدفاعات القاسم بالراس، الكرة لا زالت صراع على الكرة، عادت سريعة لمصلحة نوروز على جهة اليسار. محمد رضا بالسرعة يحاول أن يمر، لعب كرة عرضية وخطيرة، هذه محاولة داخل منطقة الجزاء ولكن الإبعاد والكرة مرت من هناك إلى رمية جانبية، إلى رمية تماس. في الكرة الماضية خطير نادي نوروز، خطير نادي نوروز، وبالتالي يعني يدخل هذه المباراة وهو يرغب ويريد أن يحقق النقاط الثلاث وأن لا يضيع نقاط هذه المباراة. تحدث عن الظروف الصعبة التي يمر بها نادي القاسم، ولكن مع ذلك القاسم المعروف بروحيته العالية الذي يلعب يعني حبا وعشقا لهذا النادي، وبالتالي لا شك أنه أيضا المواجهة لن تكون سهلة، خصوصا تحدث عن المواجهة السابقة التي لعبها نادي القاسم في المباراة الماضية مع نادي القرمة
نادي القاسم قدم مستوى جيد قياسا بالظروف التي يمر بها، وبالتالي أيضا هذه المباراة لن تكون سهلة أبدا على فريق نوروز. كرة لمصلحة نادي القاسم، كرة اللعب أمامية بالراس، الكرة عادت من جديد، وحاول نوروز بهذه اللحظات لعب كرة أمامية ولكن كانت عن طريق راوى يوسف، ولكنها طويلة وصلت عند حارس المرمى، وصلت عند حارس المرمى. نوروز كما ذكرت هذا الموسم ثلاثة انتصارات لنوروز في هذا الموسم لغاية الآن. فاز في الجولة الأولى على فريق الكهرباء ب3 أهداف لهدفين، وأيضا فاز في الجولة العاشرة على نادي النفط ب2 مقابل لا شيء، وأيضا في الجولة ال11 فاز على نادي الغراف بهدف. أكيد هو فوز غالي أن تفوز على نادي الغراف في ملعب الناصرية، بالتأكيد كان انتصار غالي بالنسبة لنادي نوروز، فاز بهدف نظيف. وأيضا تحدث عن تعادل، 3 انتصارات وتعادل، تعادل كان مع نادي الميناء. بالنسبة لنوروز تعادل بهدف لهدف، ولكن 8 هزائم لنادي نوروز في هذا الموسم لغاية الآن، سنتحدث عنها بعد هذه الكرة. كرة لمصلحة نوروز والإبعاد، نوروز يبحث بهذه اللحظات، الكرة من هنا يحاول، ولكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب. نادي نوروز كما ذكرت لديه 8 هزائم، خسر من أمام الكهرباء وأمام نفط ميسان والشرطة وزاخو ودهوك وأربيل، وأيضا أمام الزوراء وأمام نادي أمانة بغداد، وأيضا في الجولة الأخيرة خسر أيضا نوروز من أمام الطلبة بهدف نظيف. هذه هزائم نادي نوروز في هذا الموسم لغاية الآن، سجل 11 هدف واستقبل 19 هدف. بالنسبة لنادي نوروز بالتأكيد أيضا واحد من الفرق الضعيفة دفاعيا لغاية الآن بالنسبة لنادي نوروز، أنه استقبل 19 هدف، خصوصا الأهداف هذه غالبية الأهداف استقبلها في أول 6 مواجهات. بالنسبة لنادي نوروز مع بداية الموسم لديه فقط 10 نقاط. كرة من جديد لمصلحة نوروز، أكثر استحواذ على الكرة أبناء السليمانية لغاية الآن. كرة من هناك، محاولة صناعة فرصة جديدة، تمريرات مناولات من أحمد إيسيا هذا النيجيري. كرة عن طريق محمد حسين الحايك، لعب كرة عن طريق محمد رضا، هذه محاولة وخطيرة لازل، لكن الكرة مرت، الكرة عرضية كانت ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. هذا راوى يوسف، والهدف اللي سجله في مرمى الزوراء. شوف هذه الكرة العرضية وراوى يوسف، والكرة مرت بأمان على مرمى نادي القاسم، ركلة مرمى. كرة لعبت أمامية بالراس لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. نادي القاسم بلا فوز لغاية الآن، بلا انتصار لنادي القاسم، ولديهم تعادل وحيد لنادي القاسم لغاية الآن في هذا الموسم، نقطة وحيدة برصيدهم مع نادي الغراف، تعادل سلبيا 0-0. هذه نتائج نادي القاسم، وأيضا وبقية المباريات جميعها خسر بها نادي القاسم 11 خسارة، سجل فقط هدفين سجل نادي القاسم لغاية الآن في هذا الموسم، واستقبل 28 هدف. أضعف فريق من الناحية الدفاعية، وضع صعب جدا يمر به طبعا نادي القاسم في هذا الموسم. نتمنى أن تحل أزمة
نادي القاسم في هذا الموسم أزمة صعبة جدا. حدث عن وضع نادي القاسم الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار لغاية الآن، وهو الأكثر خسارة ب11 مباراة، وأيضا الأضعف هجوميا لديهم فقط هدفين، وأيضا الأضعف دفاعيا نادي القاسم لغاية الآن في هذا الموسم، عليهم 28 هدف. هنا خطأ يأتي لمصلحة نادي القاسم من وسط الملعب، خطأ يأتي لمصلحة نادي القاسم. هسه نشاهد أهداف في هذا الشوط. لعب كرة أمامية ولكن الإبعاد، الكرة عادت لمصلحة نادي القاسم. نادي القاسم اللي كما ذكرت لديهم هدفين، سجل محمد علي هدف على الشرطة، بينما سجل حيدر عبد الرحيم هدف في مرمى الكرخ. كرة على جهة اليسار للأمام، محاولة صناعة فرصة جديدة. محمد رضا عند الكرة، عاد الكرة بالخلف، تمريرات، محاولة صناعة فرصة جديدة لأبناء السليمانية، أكثر استحواذ. كرة من هناك عادت عن طريق محمد رضا على جهة اليسار، تمريرات، كرة عادت بالخلف. القاسم لا زال عائد للخلف، يلعب على الهجمات المرتدة السريعة ويلعب على أخطاء الدفاعية لفريق نوروز، ورمية جانبية لمصلحة فريق القاسم بهذه اللحظات. رمية تماس، قاسم يلعب على أخطاء فريق نوروز، وبالتالي يحاول أن يسجل هدف من خلال هكذا كرات. كرة لعبت من شهاب أحمد، عادت الكرة عند شهاب، هذا مسلم عقيل، وهنا شهاب لعب الكرة لا زالت عن طريق مسلم، لعب الكرة أمامية ولكن الإبعاد يأتي من دفاعات نوروز. الكرة مرت إلى رمية جانبية، كرة عادت عند شهاب للأمام، يحاول، كرة عادت من جديد لمصلحة نادي القاسم. تمريرات من ذو الفقار محمد، محاولة صناعة فرصة جديدة. مرتضى قصاد عاد الكرة بالخلف، لعب الكرة من ذو الفقار من هناك على جهة اليسار. حاول فريق القاسم بهذه الدقائق في هذا الشوط، لكن بالتأكيد فريق نوروز سريع بالهجمات المرتدة السريعة. كرة من هنا يحاول بها بهذه اللحظات، كرة خطيرة من نيتو أكار، لعب كرة عرضية ولكن الإبعاد. الكرة عادت من جديد لمصلحة نادي نوروز، هذه خطيرة ولكن الكرة عادت سريعة لنادي القاسم بهذه اللحظات، ولكنها مقطوعة، عادت سريعة. يا سلام، هذه خطيرة لأصحاب القمصان الحمراء لمصلحة كلاوديو، ولكن الكرة قطعت، عادت لمصلحة نادي القاسم. لازلنا نتمنى أن نشاهد أهداف، نتمنى أن نشاهد المتعة والإثارة حاضرة من كلا الفريقين في هذه المباراة. كرة اللعب عالية للأمام بالراس، ولكن أقرب لدفاعات نوروز عن طريق محمد حسين على جهة اليسار. لعب الكرة عن طريق نيتو أكارا، هذا برازيلي، لعب الكرة على جهة اليسار إلى البرازيلي الآخر كلاوديو أوليفيرا مع محمد رضا عند الكرة، يبحث محمد رضا اللي سبق واللعب في الدوري الإيراني مع صنعة نفط عبادان. كرة لمصلحة نادي القاسم، لعب الكرة أمامية ولكنها أقرب عند حارس المرمى. 8 مواجهات في الدوري بين الفريقين، ولديهم مباراة لعبها الفريقين في بطولة كأس العراق، بالمجمل 9 مواجهات
بين الفريقين. فازوا الضيوف نوروز ب4 مواجهات، بينما فاز القاسم بمواجهتين. وأيضا خيم التعادل على أجواء الفريقين في 3 مباريات بين الفريقين، بين فريق نوروز مع نادي القاسم. 4 انتصارات لنوروز مقابل انتصارين لنادي القاسم في مواجهات الفريقين. الكرة أمامية ولكن الإبعاد من دفاعات القاسم. استلام، الكرة عادت لمصلحة نوروز في وسط الميدان. لا زالت المباراة هادئة، لكن نوروز يبحث عن هدف، أكثر استحواذ، أكثر نقل للكرات. كرة من جديد، محمد رضا، نيتو أكارا مع محمد رضا. الكرة عادت للخلف، كرة عن طريق محمد رضا. بهذه اللحظات تمريرات محاولة فريق نوروز أن يسجل هدف مع اقترابنا من أول نصف ساعة من هذه المباراة. كرة لمصلحة نوروز، هذه محاولة للأمام ولكن كرة عادت من جديد لمصلحة نادي القاسم. يلعب الكرة أمامية، محاولة ولكن الكرة قطعت، عادت لمصلحة نادي نوروز من هناك على جهة اليمين. كرة عرضية وخطيرة، هذه محاولة من هناك ولكن مرت إلى ركلة ركنية تأتي بهذه اللحظات لمصلحة نوروز. هسه نشاهد هدف لنوروز، أو قد نشاهد هدف يأتي بالكرات المرتدة السريعة لنادي القاسم. كل شيء وارد في الدقائق القادمة، نشاهد ونتابع. هناك ركنية تأتي لمصلحة نوروز بهذه اللحظات على تنفيذها محمد حسين الحايك. ركنية الآن لمصلحة نوروز بهذه الدقائق. هسه نشاهد شيء جديد، الركنية لعبت عالية وخطيرة وبالراس ولكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الميدان. ركلة مرمى لمصلحة نادي القاسم. الموسم الماضي مواجهة الذهاب كانت في محافظة السليمانية، هناك انتهت بهدف. سجل نوروز مروان حسين، بينما سجل للقاسم الحارث حاتم. الموسم الماضي كما ذكرت مواجهة الذهاب كانت هناك في السليمانية، لكن في هذا الموسم مواجهة الذهاب هنا في ملعب النجف. هسه تنتهي المباراة أيضا بالتعادل بهدف لهدف، كما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في الموسم الماضي اللي كما ذكرت كانت في ملعب السليمانية. كرة اللعب من هناك، أو كانت هي في محافظة السليمانية في تلك المباراة. تسديدة لكنها مرت، عادت لمصلحة نادي القاسم. محاولة صناعة فرصة جديدة. دوري نجوم العراق، ونصف ساعة مرت من عمر هذا اللقاء والتعادل واضح كما هو واضح في الصورة. التعادل السلبي بالأصفار. هسه نشاهد أهداف. كرة عادت من جديد لمصلحة نوروز. محمد رضا عند الكرة، محاولة صناعة فرصة جديدة ولكن الكرة مرت إلى رمية جانبية. رمية تماس لمصلحة نادي نوروز. محمد الحايك، والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية بهذه اللحظات لمصلحة نادي نوروز. نوروز يبحث في الربع الساعة الأخيرة من المتبقية من هذا الشوط بكرة عرضية وخطيرة وبالراس ولكن الكرة مرت من هناك. الكرة مرت من هناك إلى رمية تماس. محمد دلاور على التنفيذ. محمد دلاور من هناك لمصلحة فريق نوروز. نوروز يحاول يبحث بهذه الدقائق في نهاية هذا الشوط من تسجيل هدف. يحاول كرة من هناك،
يحاول الاقتراب أكثر، زيادة الضغط على فريق نادي القاسم في ساحة ملعبه، يغير اتجاه اللعب على جهة اليسار ولكن أقرب لدفاعات القاسم، واستخلاص ممتاز، وكرة اللعب من هنا يحاول فيها ولكن الإبعاد. الكرة أبعدت إلى رمية تماس تأتي لمصلحة نادي القاسم. لغاية الآن نوروز لم نشاهد تلك الفعالية الهجومية حقيقة، لم نشاهد يعني تلك الفرص، يعني على الرغم من تواجد أسماء جيدة جدا بتشكيلة نوروز. تحدث عن جيفرسون سانتوس وجوشوا أكبوتشي وراوا يوسف وأحمد إيسيا ومروان حسين وكلاوديو أوليفيرا ونيتو أكارا، كلها أسماء مميزة، وحتى المتواجدين في دكة الاحتياط بفريق نوروز. ولكن ننتظر، نشاهد، نتابع في اللحظات القادمة من هذه المباراة. الكرة أمامية ولكن صافرة موجودة، خطأ يأتي لأبناء مدينة بابل لمصلحة نادي القاسم. شوف هذه الكرة الماضية، طبعا آخر مواجهة بين الفريقين كانت في يعني أيام الموسم الماضي، كانت هنا في ملعب النجف، كانت هنا في ملعب النجف آخر مواجهة كانت بين الفريقين. فاز القاسم في تلك المباراة بهدف عن طريق حيدر عبد الرحيم. هذه آخر مواجهة جمعت الفريقين بين نادي نوروز وبين نادي القاسم، اللي فاز بها نادي القاسم بهدف عن طريق حيدر عبد الرحيم. كرة لمصلحة نوروز، هذه خطيرة من هناك داخل منطقة الجزاء، محاولة ولكن الكرة عادت. الكرة مرت من هناك إلى رمية جانبية. نوروز لا زال يبحث، يحاول. بالسلامة إن شاء الله لعلي حسن، علي حسن بالسلامة إن شاء الله بتشكيلة فريق القاسم، والنتيجة لا زالت سلبية. هسه نشاهد أهداف، دائما ما نشاهد أهداف في مواجهات الفريقين بين فريق القاسم وفريق نوروز، دائما ما نشاهد الأهداف حاضر. هذه كرة محاولة خطيرة بالراس، الله الله، كنا نتحدث عن الأهداف ومروان كاد أن يأتي بأول أهداف المباراة بكرة عرضية وكرة بالراس، ولكن مرت بأمان وسلام على مرمى نادي القاسم. شوف هذه الكرة كانت خطيرة لمصلحة نادي نوروز في الكرة الماضية، ولكن مرت بكرة رأسية، مرت بأمان وسلام على مرمى نادي القاسم. وركلة مرمى، كرة اللعب أمامية. الأهداف دائما ما كنا نشاهدها في كل المواجهات التي جمعت الفريقين، وبالتالي نتوقع أن نشاهد أهداف في هذه المباراة. كرة في وسط الميدان على جهة اليسار، محاولة صناعة فرصة جديدة. نيتو، يا سلام، هذه كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، محاولة، الله الله على كرة رائعة جدا وتبادل كروي، ولكن مرت بأمان، بينما يبحث نادي نوروز لا زال يتواصل عملية التدوير بالكرة من اليمين إلى اليسار. هذا ما نشاهده لنادي نوروز لغاية الآن. كرة في جهة اليسار، يلعب الكرة في وسط الميدان. نوروز أكثر استحواذ، أكثر نقل للكرات، أكثر خطورة بهذه اللحظات. كرة اللعب على جهة اليسار، محمد رضا لعب كرة عالية من هناك خطيرة، كلاوديو، ولكن الكرة مرت إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق القاسم بكرة عرضية، ولعبها كلاوديو ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. البطاقة الصفراء هي الأولى في هذه المباراة، تأتي على لاعب نادي القاسم إشهاب أحمد، يتلقى البطاقة الصفراء بهذه اللحظات
هي الأولى في هذه المواجهة. شوف هذه الكرة الماضية اللي كانت عن طريق نيتو سدد كرة، ولكن حارس المرمى تألق. حارس المرمى تصدى ببراعة في الكرة الماضية، وتبقى النتيجة سلبية 0-0 بين الفريقين. تحدث عن يعني كما ذكرت يعني آخر مواجهة كانت بين الفريقين كانت هنا في ملعب النجف، المباراة التي فاز بها نادي القاسم بهدف حيدر عبد الرحيم. طبعا في وقتها كان مدرب القاسم السوري أيمن الحكيم، وكان مدرب نوروز قحطان شثير. هذه آخر مواجهة بين الفريقين. اليوم تغيرت الكوادر التدريبية، ولكن نتمنى أن تبقى الأهداف حاضرة بين الفريقين. هذه الكرة ولكن تصدى ببراعة حارس مرمى نادي القاسم في الكرة الماضية بنجاح. كرة لمصلحة نادي القاسم. نقترب على نهاية الشوط الأول، متبقية آخر 7 دقائق أو 8 على نهاية الشوط الأول. الكرة من هناك، كرة اللعب هذه خطيرة، لا زالت محاولة والإبعاد 6 دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول. كرة لمصلحة نوروز في وسط الملعب على جهة اليسار، محاولة صناعة فرصة جديدة والتقدم فيها لنوروز لأبناء السليمانية أصحاب القمصان الحمراء. لا زالوا يلعبون كرة لأمام، ولكن خروج ناجح وموفق لحارس مرمى نادي القاسم في الكرة الماضية مصطفى جاسم بإبعاد ممتاز، يحصل على الكرة ويبعد الخطر عن مرماه. يلعب كرة طويلة وللأمام والراس أبعدت. الكرة لا زالت من جديد عادت لمصلحة نوروز على جهة اليسار. تلعب الكرة أمامية من هناك، ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. أكبر نتيجة بين الفريقين، فاز القاسم بثلاثية نظيفة. هذه أكبر نتيجة بين الفريقين، بينما نوروز أيضا سبق وسجل 3 أهداف على نادي القاسم، لكن كانت ب3 أهداف لهدفين. نعم، كانت ب3 أهداف لهدفين. هذه طبعا أكبر نتائج المواجهات التي جمعت بين الفريقين، بين نادي القاسم ونوروز. بينما نوروز لا زال يبحث، هذا كلاوديو أوليفيرا لا زال يقاتل على كل كرة، ولكن هناك صافرة ومخالفة وخطأ، وتأتي بطاقة صفراء أيضا على كلاوديو أوليفيرا. يحصل على البطاقة الصفراء بهذه اللحظات على كلاوديو أوليفيرا، يحصل على البطاقة الصفراء. برازيلي صاحب 31 سنة، اللي هو طبعا قادم من نادي ديبا الحصن الإماراتي. لديه طبعا اسيست في مواجهة الكهرباء. بالنسبة لهذا البرازيلي كلاوديو أوليفيرا حصل على البطاقة الصفراء، ولدينا أيضا بطاقة صفراء على أحد لاعبي نادي القاسم على شهاب أحمد. بطاقتين صفراويتين لغاية الآن في أحداث الشوط الأول. الكرة مرت، تماس، كرة عادت من جديد لمصلحة نوروز، محاولة صناعة فرصة جديدة لأبناء السليمانية. من هناك لا زال نادي نوروز يبحث، يتواصل، يضغط، حاول صناعة فرص، حاول لعب كرات أخطر على مرمى نادي القاسم اللي لا زال لغاية الآن صامد. ولغاية الآن نجاح لفريق القاسم إذا مر هذا الشوط الأول بتعادل سلبي، وهو يلعب مع فريق بالتأكيد فريق جيد جدا ويملك أسماء مميزة. بينما ركنية
تأتي لمحمد رضا. محمد رضا في الزوراء والجوية وخبرة في الدوري. ركنية لعبت عالية خطيرة داخل منطقة الجزاء بالراس، ولكن مرت من هناك إلى ركنية أخرى لمصلحة نوروز يبحث فيها جيفرسون مع مروان حسين والأسماء الأخرى عن هدف أول، عن هز الشباك في هذه المباراة. هنا ركنية لعبت عالية وخطيرة وبالراس والإبعاد، والكرة لا زالت محاولة لمصلحة نوروز، ولكن الكرة أقرب لدفاعات القاسم والإبعاد مبدأ الأمان والسلام، ولكن عادت سريعة لمصلحة نوروز. هذه كرة ومحاولة وفرصة، ولكن الكرة وصلت عند حارس مرمى نادي القاسم مصطفى جاسم بكرة كانت هيئت بشكل ممتاز في الكرة الماضية، ولكن لم يستثمرها صح في الكرة الماضية، وبالتالي مرت بأمان وسلام على مرمى نادي القاسم. كانت عن طريق نيتو أكارا هذا البرازيلي في الكرة الماضية، بالتالي مرت بأمان. رمية جانبية، كرة من هناك، حاولت نادي نوروز في هذا الشوط وفي نهاية هذا الشوط عن هز الشباك والذهاب بأريحية إلى غرف الملابس. هذا ما يفكر به المدرب ولي كريم الله على الكرة الماضية بلقطة ممتازة، بينما كرة لمصلحة نادي القاسم عادت عند حارس المرمى رضا عبد العزيز، لعب الكرة أمامية، استقبال ممتاز، الكرة على جهة اليمين في وسط الميدان، محاولة صناعة فرصة جديدة. يا سلام، هذه محاولة ولكن الإبعاد، الكرة لا زالت من هناك على جهة اليسار لمصلحة نادي القاسم. بالراس على جهة اليمين، يا سلام، هذه كرة خطيرة لمصلحة نادي القاسم، هذه محاولة ولكن الكرة عند حارس المرمى. قاسم في نهاية هذا الشوط يريد أن يخطف هدف ويغير يعني كل الأمور، وأن يجعل الأمور تأتي بعكس ما جاءت به رياح هذه المباراة. المشاهدة هو نوروز أخطر، أفضل، أكثر استحواذ، ولكن نادي القاسم يبحث عن هدف خاطف في نهاية هذا الشوط. وثلاث دقائق أضافها حكم المباراة أحمد جمعة كوقت بدل ضائع على نهاية هذا الشوط. كرة في جهة اليسار عادت من جديد لمصلحة نوروز، لمسة للأمام، عادت على جهة اليسار، استلام عن طريق محمد حسين، أكثر من يستلم كرات مع نيتو أكارا. يا سلام، محمد حسين لعب كرة عالية وخطيرة، الله، محمد رضا مرة ثانية، هذه محاولة، الله، ضاعت كرة الهدف الأول، ضاعت على فريق نوروز، كان بالإمكان أفضل مما كان. هذه الكرة العرضية والإبعاد من حارس المرمى مرة ثانية أحمد رضا، وهذه الرأسية ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. شوف تصدي حارس المرمى، شوف تصدي حارس مرمى نادي القاسم مصطفى جاسم، ولكن الكرة مرت، وبالتالي تبقى النتيجة بالتعادل السلبي 0-0. هسه نشاهد أهداف في آخر اللحظات من هذا الشوط. كرة اللعب من هناك عادت أقرب لحارس مرمى نادي نوروز رضا عبد العزيز. رضا لعب الكرة عالية وللأمام، من هناك الإبعاد يأتي، الكرة عادت من جديد لمصلحة نادي القاسم لكنها مقطوعة وخاطئة، عادت سريعة لمصلحة مروان على جهة اليسار. يا سلام، لمسات محمد رضا بكرة ممتازة للأمام، ولكن الكرة وصلت عند حارس المرمى مصطفى جاسم. يبدو أن الشوط الأول سينتهي على هذه النتيجة، نتيجة التعادل السلبي. هذا ما نشاهده، هذا ما نتابعه لغاية الآن في مباراة نعم شاهدنا فيها
فريق نوروز كان هو أكثر وصول للمرمى، كان أخطر، كان أكثر استحواذ. نادي القاسم كان يبحث عن هجمات مرتدة سريعة، عن كرات خاطفة، وبالتالي مباراة ربما هي أقرب للتعادل السلبي لغاية الآن في هذا الشوط. كرة بالراس من جديد عادت لمصلحة فريق نوروز، عاد الكرة بالخلف. إذن أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، تأتي صافرة الحكم أحمد جمعة معلنة عن نهاية هذا الشوط بالتعادل السلبي 0-0 بين فريق نادي القاسم ونادي نوروز. أيها الأحبة نلتقي إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني، استراحة قصيرة ثم لنا عودة. وتصل بالتقدم عند اللاعب مناف يونس. مناف، لكن هنا التقدم للقاسم. الله، هنا العبور وهنا المرور، ومحمد علي يفتتح التسجيل. البداية للجريح أسد بابل يزأر هنا بالنجف، بملعب النجف الدولي، والبداية لأبناء بابل رغم الظروف، رغم الصعاب، رغم المحن، رغم كل شيء. نعم 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 نعم، يأتي أول أهداف المباراة بخطأ يكلف الكثير، غلطة الشاطر بلف، ويأتي هدف اللاعب الشاب. نعم، محمد علي يسجل أول أهداف المباراة. شاهدوا هذا الأسيست الجميل بعد المرور، وهنا نعم يخطف الكرة بخطأ من المدافع مناف يونس، أعطى كرة على طبق من ذهب للاعب محمد علي يفتتح التسجيل، يقود فريقه بأول أهداف المباراة. الهدف الأول للجريح لنادي القاسم، يفعلونها كما تعودنا على هذا الفريق، دائما ما يكون حاضر أمام الأندية الجماهيرة بأقصى ظروفه. التقدم يا أحمد، يحاول الوصول للمواس، عدى يا ناس، هذا العقيد، مر المواس. الله 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 الله، هذا محمود المواس، هذا هو العقيد يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس، هذا هو محمود المواس. ماذا هناك؟ نعم، بعد التدخل هل هناك نعم تسلل أم لا؟ شاهد مرور المواس بهذه الإعادة، وهناك كانت راية من المساعد لتحرم المواس من هدف التعادل. أن أشار الحكم المساعد بأن هناك راية وتسلل. حكم المباراة، نعم 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 نعم، يأتي هدف المباراة، ونعم الهدف الشرعي لمحمود المواس. من محمود تأتي العرضية، كرة بالراس، هذا الثاني، هذا الثاني. الله يا أحمد فرحان، هذا هو الفنان الذي غاب عن الملاعب لفترة، وعاد برقصته الشهيرة بأن يسجل الهدف الثاني في المباراة. تعزف القيثارة أوتارها بسيمفونية التقدم، بلحن القيثارة الجميل، بلحن القيثارة الذي غاب نعم لعدة جولات متتالية عن الأهداف الرائعة. واليوم أحمد فرحان
يعود 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 من بوابة نادي القاسم هنا بملعب النجف. هذا اللاعب الذي اعتدنا عليه في المواسم الماضية يكون من المميزين الذين يسجلون الأهداف الجميلة. دخل مع الكرة في المرمى وسجل ثاني أهداف اللقاء. شاهد أحمد فرحان هو الفنان، هو الفنان، يضيف الهدف الثاني في المباراة لنادي الشرطة لتصبح النتيجة بهدفين مقابل هدف لأندية دورينا. لا نريد أن نراها أن تكون بهذا الحال. وصلت كرة تقدم هنا الثالث. الله يا أتيبة، يسجل ثالث أهداف المباراة. نعم، أمام الجريح نادي القاسم، وأتيبة الكاميروني يعلن عن ثالث أهداف المباراة. حزنا على ذرف الدموع يذرفونها لاعبين نادي القاسم، الفريق الذي ينهار تماما بعد أن جاء الهدف الثالث، والذي كان ينافس منذ الدقائق الأولى من أجل الوصول، من أجل أن يكون صامدا، ومن أجل أن يعود في المباراة. لكن هذا الأسمراني قد عمقت جراحات، قد عمقت جراحات بأسد بابل. هو جريح، ولكن رمح هذا الأسمراني الكاميروني نعم قد أصاب قلوب المحبين، قد أصاب قلوب جماهير نادي القاسم بهدف ثالث. قاسي يا أتيبة، قاسي، ويسجل الهدف الثالث في المباراة من الأسمراني. نعم، وضعها في الشباك ليعلن عن ثالث أهداف المباراة. متقدمة وتسعى من أجل الوصول وتسجيل الهدف الرابع. المرور عند اللاعب أحمد فرحان، هذه المرة للسنغال. فعلها مرة أخرى، فعلها مرة أخرى. نعم، يفعلها ليونيل أتيبة ويعلن عن رابع أهداف المباراة. هذا لا يرحم، هذا لا يتعاطف، هذا لا يتعاطف. ليونيل أتيبة ويسجل الهدف الرابع في المباراة. نعم، أي قلب تحمل يا ليونيل أتيبة، فعلتها وسجلتها في المرمى لتعلن فيها عن رابع أهداف اللقاء. هنا الهدف الرابع لنادي الشرطة عن البديل. هو لا يتهاون ولا يتعاطف، كأنه يرد ويقول لا، لن نتهاون في كرة القدم، لن نتهاون في كرة القدم. جئنا من أجل الانتصار، جئنا من أجل تعزيز التقدم بالأهداف والنقاط، ونفعلها الآن ونسجل رابع أهداف المباراة. هذه بتقدم اللاعب محمد داود، انقطعت يا محمد، وهنا تصويبة السنغالي. أوه عند اللاعب دومينيك ماندي، يعلن عن الهدف الخامس في المباراة من السنغالي. يأتي من الخلف، يصوب بقوة ويسجل خامس أهداف المباراة، خامس أهداف المباراة عند السنغالي، يسجل الهدف الخامس بعد تلك المحاولة التي مضت. شاهد هذه الإعادة للهدف الجميل من اللاعب دومينيك ماندي. لكن هنا التقدم من عبد المجيد أبو بكر لأحمد فرحان، وهذا السادس الآن، الهدف السادس الآن لنادي الشرطة. نعم، 6 أهداف بسداسية. الشرطة يضربون، وأحمد فرحان لا يحتفل، بالفعل لا يحتفل أمام فريق منهار تماما، أمام فريق منكسر، أمام فريق نعم لا زالت الحسرة واضحة، والدموع نعم أغرقت العيون بهذه المباراة، بهذا اللقاء. بالفعل 6 أهداف هي قاسية. يا نادي القاسم، بحسرة وبخيبة أمل كبيرة أن تكون 6 أهداف أمام فريق الشرطة، فريق صعب، وأنت تدخل هذه المباراة نعم مثقل بجراحاتك، مثقل بالهموم، مثقل بكل شيء. فريق حتى امتنع من الوحدات التدريبية بأن يقدموا ما لديهم، وهو الفريق المنهار. ويأتي الهدف السابع، الهدف السابع في المباراة، الهدف السابع يا سادة يا مشاهدين، الهدف القاتل والقاضي لآمال
وعودة الفريق. هذا الهدف الذي جعل نادي القاسم ينهار، والنتيجة الأكبر في دورينا. هذه النتيجة الأكبر في دورينا. وألف حسرة واضحة من الدكتور حسن. هذه 7 أهداف، وشريف يعتذر لعدم احتفاله بعد تسجيل الهدف السابع في المباراة. خابت الآمال وخابت الظنون لمن كانوا يشاهدون وينتظرون بأن يعود نادي القاسم بعد هذا الهدف القاسي، الهدف السابع في المباراة. 7 أهداف، نتيجة ثقيلة، نتيجة بالفعل قاسية جدا. المولدوف من دولة مولدوف على اليمين، محاولة عرضية، الله الله الله، وكل ما زاد التحدي وزادت المنافسة. يظهر شيرزود ليقود الامبراطور إلى منصة التتويج. شيرزود تيميروف، وبتمريره وبانطلاقه، ومن هناك يمر من أمام الدفاعات، يخدع دفاعات الموصل، تخترق الدفاعات الحمراء على الجهة اليمين، وبعرضية وبمساندة رائعة بدأت من علي الشاخوان ومررت عن طريق علي لمصطفى قابيل، والتمرير والإنهاء والهدف الأول للإمبراطور بكرة سليمة لا وجود لحالة تسلل. المتابعة الرائعة ليودعها في شباك مهدي هاشم، معلنة عن أول أهداف المباراة، عن أول أهداف المواجهة عن طريق تيميروف. بركلة جزاء يتحصل عليها نادي أربيل، للثاني لشيرزود. نعم الثاني لمصلحة أربيل، وهو الهدف رقم 11 لشيرزود. من خلالها يضرب عصفورين بحجر، يرتقي ويصدق على الانتصار، ويرتقي بجدول الترتيب، ويرتقي هو شخصيا بجدول الهدافين بترتيب هدافي الدوري. إنه القناص الأوزبكي شيرزود تيميروف يواصل هذا التألق، يواصل هذا الإبداع، يدون الهدف الشخصي الثاني في هذا اللقاء، والهدف الشخصي 11 في منافسات بطولة الدوري. يبتعد أكثر، يرتقي أكثر بجدول ترتيب الهدافين وبجدول ترتيب الدوري. أربيل يقبض على الصدارة، أربيل لا زال في قمة الترتيب. يضح على اليسار، يضح بدقة متناهية، يضح من هناك بعيدة على حارس المرمى. والتمرير هذا ابراهيم توميو، الوصول الاول مطالبة لكن لا زالت خطيرة. جول 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 اول للنوارس، الزعيم يسجل اول اهداف اللقاء. الله 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 الله، كاظم رعد بعدما فعلها بأول اللقاءات وسجل هنالك أمام الطلبة، اليوم يسجل أول أهداف الزوراء بالدقيقة 5، يبصم على أول أهداف النوارس، أول أهداف النوارس. نوارس والملاعب تشهدنا، نطير الفوق ما ننزل ترحنا. هكذا هو الزعيم، هكذا هو الزوراء. بدأها بداية قوية، شوف كيف بدأت، انطلق كرر نبيل إلى إبراهيم توميو اللي صوب، غيرت مسارها، هنا وجد المساحة، هوب هدف أول، هدف أول للزوراء. بداية مباغتة، بداية مفاجئة على فريق نفط ميسان، وكاظم رعد ما كذب خبر وسجل أول أهداف المباراة. الدقيقة 5 كانت كفيلة لأنه شاهد الهدف الأول بهذا اللقاء، وبذلك كاظم رعد هو من سجل هذا الهدف. احتفل على طريقته الخاصة بصورة جميلة، نعم، في غاية الهدوء، في غاية الهدوء. يدون اللاعب على سعد هدف التعادل بشباك الزوراء، هدف مقابل هدف بعدما سجل كاظم رعد للزوراء. الآن سجل اللاعب على سعد هدف التعادل، هدف التعادل. فرحة الدكة من لاعبين نفط ميسان، وبذلك الآن هدف مقابل هدف. دورة من هذه المسافة، حسين فلاح يمرر الآن، تعود لحسين فلاح، عالية الكرة، ثوري ثوري ثوري، جول
ثاني للزوراء. الله 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 الله. ومن غير النيجيري هنا النيجيري إبراهيم ها كابتن بعدهم لسه ما دخلوا. عدنا أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، أيها الأحبة في كل مكان، متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي لأحداث الشوط الثاني من لقاء الذي يجمع نادي نوروز مع نادي القاسم لحساب الجولة 13 في موسم 2025-2026. في هذه المباراة لمن التحق بنا الآن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي 0-0 بين الفريقين. نتمنى أن نشاهد شوط ثاني يكون مختلف، يكون أفضل، يكون أكثر إثارة من الشوط الأول التي شاهدنا فيه هدوء حقيقة بين الفريقين. هنا كرة محاولة ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. فريق نوروز كان الأكثر استحواذ في الشوط الأول، وشاهدنا هناك يعني حقيقة عدد من الركلات الركنية لفريق نوروز. من خلال ما شاهدناه في الشوط الأول تحدث عن يعني 5 ركلات ركنية شاهدنا لفريق نوروز في الشوط الأول مقابل ولا ركنية لنادي القاسم، وبالتالي هذا يعني يعطي مؤشر على يعني تقدم نادي القاسم في الشوط الأول. نتمنى أن نشاهد شوط ثاني يكون مختلف، نتمنى أن نشاهد فيه أهداف بين الفريقين، نتمنى أن نشاهد المتعة حاضرة بأقدام اللاعبين. لا يهمنا من ينتصر، المهم أن نستمتع بأحداث هذا اللقاء بالنسبة لفريق نوروز أو لفريق القاسم. هنا رمية جانبية لمصلحة فريق نوروز بهذه اللحظات. الكرة من هناك، استلام، لعب الكرة في وسط الميدان، استلام الآن، محاولة كرة عن طريق راوى يوسف من هناك، محاولة المرور والعبور، ممكن لعب كرة بينية للأمام لمحمد دلاور ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب بكرة ممتازة للكابتن محمد دلاور، ولكن مرت بأمان على مرمى نادي القاسم إلى خارج أرضية الملعب. شوط أول والنتيجة سلبية، التعادل سلبي 0-0. هسه نشاهد شوط ثاني تكون فيه الأهداف حاضرة وهذا ما نتمناه، وبالتأكيد لا يهمنا من سينتصر، المهم أن نستمتع بأحداث هذه المباراة. كرة لمصلحة نادي القاسم، براس، الكرة عادت من جديد، لمسة يحاول فيها على جهة اليسار، استلام، محاولة صناعة فرصة جديدة، عادت لمصلحة فريق نوروز من هناك على جهة اليسار بالراس ولكن الإبعاد. الكرة عادت، استلام ممتاز، كرة لمصلحة فريق نوروز بهذه اللحظات بهذه الدقائق. يبحث نوروز عن تسجيل هدف في الشوط الثاني، يحاول نادي نوروز استثمار الظروف الصعبة التي يمر بها نادي القاسم وبالتالي يحاول عن تحقيق النقاط الثلاث في هذه المباراة. كرة عن طريق محمد دلاور، رمية تماس، لعبت بسرعة ولكن حكم مباراة يعيد الرمية الجانبية من جديد. بالسلامة إن شاء الله للاعب نادي القاسم مسلم عقيل، ساقط على أرضية الملعب يشكو من إصابة. بالسلامة إن شاء الله لمسلم. شوط أول كان الاستحواذ أكثر
لنادي نوروز بنسبة وصلت 59% مقابل 41 لنادي القاسم. أيضا شاهدنا التسديدات كانت أكثر لنوروز في الشوط الأول، 8 تسديدات كانت لفريق نوروز مقابل 3 تسديدات كانت لنادي القاسم. وبالتالي نتمنى نشاهد مباراة أفضل في الشوط الثاني من هذا اللقاء لكتيبة أيضا المدرب حسن هادي الذي يقود نادي القاسم، وأيضا كتيبة المدرب ولي كريم الذي يقود نادي نوروز. كرة من جديد في وسط الملعب، استلام، محاولة صناعة فرصة جديدة، الكرة على جهة اليسار، لعب الكرة أمامية من هناك، لكن الكرة أقرب عند حارس المرمى. لمسة، حاول صناعة فرصة جديدة على جهة اليمين من دلاور من أحمد إيسيا، من هناك لمصلحة فريق نوروز. في الكرة الماضية كانت عن طريق جيفرسون سانتوس، وهذه كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء ومحاولة، ولكن الإبعاد والكرة عادت من جديد. نوروز لا زال يبحث منذ بداية الشوط الأول عن تسجيل أول الأهداف، ولكن الكرة الماضية مرت إلى خارج أرضية الميدان إلى ركلة مرمى. هذا كلاوديو أوليفيرا البرازيلي، واحد من الأسماء المميزة في تشكيلة نادي نوروز. هنا ركلة مرمى لمصلحة نادي القاسم من علي حسن، لعب الكرة أمامية في وسط الملعب، الكرة عادت من جديد لمصلحة نادي القاسم. بهذه الدقائق يحاول أن يستثمر أخطاء مدافعي نادي نوروز ويسجل من خلالها الهدف. كرة لمصلحة فريق نوروز، كرة من جديد الآن، لعب الكرة أمامية من هناك، محاولة صناعة فرصة جديدة لفريق نوروز، لا زال يبحث، يحاول الكرة من هناك على جهة اليسار، محاولة صناعة فرصة جديدة للأمام. هذه كرة محاولة خطيرة، ولكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. دلاور كابتن نادي نوروز، وعندما نتحدث عن نادي نوروز الذي تأسس في بداية التسعينات في عام 94، وكان اسمه آزمر، وتم تغيير اسمه إلى نادي نوروز في عام 2001 بعد دمجه مع نادي شاربازير بالنسبة لنادي نوروز. رمية تماس لمصلحة فريق نوروز، أكثر استحواذ نعم، ولكن لم نشاهد تلك الفرص الخطيرة. نعم شاهدنا فرص كانت في نهاية الشوط الأول، ولكن لم يظهر نوروز بفعالية هجومية مقنعة عطفا على الأسماء المتواجدة في تشكيلة نوروز. هذه محاولة وخطيرة، ولكن الإبعاد، الكرة لا زالت من جديد بهذه الدقائق، لعب الكرة أمامية بالرأس والإبعاد. نوروز لا زال يحاول الضغط أكثر على فريق القاسم. كرة من جديد عادت من هنا، يبحث، لا زال يحاول، ولكن الكرة قطعت بالرأس، عادت لمصلحة فريق نوروز. من هناك محاولة الوصول لمرمى نادي القاسم، ولكن طالت إلى رمية تماس لأبناء السليمانية. أبناء السليمانية الذين حقيقة تأهلوا لأول مرة لدور النجوم في موسم 2021-2022 بالنسبة لنادي نوروز. هذا الموسم الخامس لنادي نوروز على التوالي في دوري النجوم، تأهل وصيفا للصناعة في دوري الدرجة الأولى الممتاز حاليا. هذه الكرة الماضية اللي كانت بين محمد دلاور ومحمد علي،
كرة لمصلحة نادي القاسم. هسه نشاهد أهداف في الشوط الثاني. المباراة لا زالت هادئة. كرة اللعب أمامية للأمام والإبعاد. محمد رضا من هناك لأحمد إيسا. من أحمد إيسا لعبها للدفاع. عادت الكرة عن طريق أحمد إيسا لراوى يوسف. راوى يوسف والكرة أمامية خطيرة لمصلحة فريق نوروز، ولكن الكرة قطعت مرت إلى تماس لمصلحة فريق نوروز بهذه الدقائق. لدلاور. كرة لعبت من أحمد إيسيا. كرة من هناك جيفرسون سانتوس لمصلحة فريق نوروز. ممكن التسديد بالمباشر نحو المرمى. هذه كرة محاولة ولكن الكرة عادت من جديد. دلاور والإبعاد. الكرة عادت. لا زال فريق نوروز أكثر من يستحوذ على الكرة. لعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. الكرة لا زال يحاول فيها كلاوديو. على هذه الكرة اللي كانت خطيرة جدا. أراد مخادعة لاعبي نادي القاسم بتسديدة بالقدم اليمنى، ولكن مرت بأمان. شوف هذه الكرة الماضية وهذه الكرة التي أبعدت، بينما كلاوديو على كلاوديو كان ممكن أن يخادع حارس المرمى في الكرة الماضية، ولكنها فيها ركنية. يعني نوروز حصل على 5 ركلات ركنية في الشوط الأول. الآن أيضا يحصل على ركلة ركنية. محمد رضا على التنفيذ. بالسلامة إن شاء الله. 10 دقائق مرت من أحداث الشوط الثاني والنتيجة لا زالت بالتعادل السلبي. بالسلامة إن شاء الله للاعب نادي القاسم. نتيجة التعادل السلبي يعني لم نشاهدها في مواجهات الفريقين أبدا. يعني شاهدنا هناك تعادل كان بين الفريق، كان فيها 1-1، لكن هذه ركلة ركنية. لعبة أمامية وخطيرة، محاولة، ولكن مرت من هناك إلى ركنية أخرى. الركنية الأولى صارت ثانية، ونوروز لا زال يضغط، يتواصل، يريد هز الشباك، يريد اقتناص النقاط الثلاث في هذه المباراة. نشاهد ونتابع. هذه ركنية أخرى لمصلحة أبناء السليمانية. يبحثون، يتواصلون، يضغطون. لعب كرة خطيرة وأمامية، ولكن الإبعاد يأتي من دفاعات نادي القاسم. الكرة عادت من جديد بالراس. دلاور والكرة عادت، والإبعاد. الكرة عادت لمصلحة فريق نوروز. لدلاور. والنتيجة هسه نشاهد هدف يأتي في الدقائق القادمة لفريق نوروز. نشاهد ونتابع في أحداث هذه المباراة. هسه نشاهد أهداف قادمة في هذه المباراة، في هذه المواجهة. نادي القاسم الذي تأسس في عام 73 واللي سبق وان يعني فاز بدور الدرجة الأولى في موسم 2018-2019، ولكن كان أول موسم لنادي القاسم بدور الأضواء كان في موسم 2021 بسبب طبعا إلغاء موسم 2019-2020، لأن هو تأهل وفاز في دور الدرجة الأولى في موسم 2018-2019، ولكن لعب أول موسم في دور الأضواء كان في موسم 2020-2021. كرة أمامية بالراس، عادت من جديد لمصلحة نادي نوروز. كرة أمامية، راوى، كلاوديو، دلاور، محمد، الكابتن نادي نوروز، راوى يوسف يحاول المرور. يا سلام، هذه كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، ولكن الإبعاد
دلاور لا زال يبحث، هذه كرة محاولة والإبعاد، الكرة لا زالت، هذا أحمد إيسيا، هذه خطيرة وبالراس، الإبعاد، هنا الهجوم، هنا الهجوم المعاكس لنادي القاسم، هذا ما يبحث عنه نادي القاسم في هذه المباراة، ولكن الكرة أقرب لدفاعات نوروز. الكرة من هناك لعبت لمصلحة فريق نوروز، راوا يوسف عند الكرة، حاول صناعة فرصة جديدة، هذا كلاوديو عائد للخلف، يستلم الكرات، يتقدم للأمام، ممكن قد نشاهد هدف. يا سلام الله على هذا التمويه، وهذه كرة خطيرة والإبعاد على نوروز خطير بهذه اللحظات، ممكن قد نشاهد هدف يأتي بعد مرور 59 دقيقة والنتيجة سلبية، ولكن الأهداف ربما قادمة. شوف هذا محمد حسين المحترف اللبناني في الكرة الماضية، والإبعاد كان عن طريق علي حسن، من هناك إلى ركنية. نوروز كثير الركنيات في هذه المباراة، والكرات الثابتة هي حل من الحلول. هذه كرة خطيرة وبالراس، لا زال يتواصل من هناك، بينما أيضا ركنية أخرى. نعم نوروز يعني أكثر من لعب ركلات ركنية في هذه المباراة، والركنيات هي حل من الحلول لتسجيل الأهداف في هذه المباراة. هذا محمد رضا على تنفيذ الركلة الركنية لمصلحة فريق نوروز بهذه الدقائق، لعب الكرة عالية وخطيرة للأمام والإبعاد. الكرة لا زال يحاول نوروز بهذه الدقائق أن يسجل هدف. محمد رضا من جديد لعب كرة أمامية، هذه خطيرة لمصلحة فريق نوروز، ممكن التسديد، ولكن في الأخير مرت. نعم 9 ركلات ركنية، يعني 9 ركلات ركنية لنادي نوروز لغاية الآن، ونحن دخلنا على الدقيقة 60 ونوروز أكثر من حصل على ركلات ركنية. والكرات الثابتة هي أيضا حل من الحلول لتسجيل الأهداف، ولكن كرة مرت ولا زالت الشباك خالية من الأهداف، والقاسم لغاية الآن صامد أمام نادي نوروز. صافرة ومخالفة وخطأ يأتي لمصلحة فريق القاسم، لمصلحة سجاد جمهور، واضح في الصورة. هذه الكرة الماضية بينه وبين محمد دلاور، نادي القاسم اللي يدخل هذه المباراة ب 16 لاعب فقط، والحديث أصبح حقيقة كثير على وضع نادي القاسم وما يمر به من ظروف صعبة، وحتى بقية الأندية أيضا. تحدث عن نادي النجف، هذه كرة أمامية محاولة، ولكن كرة عند حارس المرمى. يعني عندما تكون كل الأندية بوضع جيد، بوضع مالي مميز، يعني هذا جميعا طبعا يصب لمصلحة الدوري، يكون الدوري أكثر تنافس، يكون الدوري أكثر قوة، يعني تكون فيها مباريات جميلة بين كل أندية الدورين. بالتأكيد عندما تكون الأندية في جاهزية عالية يكون الدوري أجمل وأفضل، ويكون التنافس أعلى، وهذا ما نريده في دوري اسمه دوري النجوم. كرة عادت من جديد لمصلحة نادي نوروز، راوا يوسف، من هناك يبحث جيفرسون على جهة اليمين، غير الاتجاه، دلاور يحاول المرور أمام مدافعي نادي القاسم، والكرة أمامية وعالية وخطيرة. كرة لا زال من هناك، ولكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب. هذا الواضح في الصورة، مسلم عقيل، ورمية تماس، وهذا ولي كريم، هذا ولي كريم الذي يعني أيضا تحدث في المؤتمر الصحفي وقال يعني انطلاقتنا في بداية الموسم يعني لم تكن جيدة، ونعم هذا واضح جدا وشاهدناه لنادي نوروز. انطلاقة نادي نوروز في بداية الموسم يعني لم تكن جيدة، ولكن هو تحدث أنه لكن استعدنا توازننا في المباريات الأخيرة،
هذا ما تحدث به طبعا مدرب ولي كريم في المؤتمر الصحفي، وأيضا قال دخلنا سوق الانتقالات بقوة لتصحيح المسار، وأيضا يعني نجحوا باستقطاب لاعبين جيدين بالنسبة لنادي نوروز. وأيضا تحدث عن طموحه بالنقاط الثلاث في هذه المباراة. كرة على جهة اليسار أمامية بالراس، أبعدت، عادت فريق القاسم يبحث في الشوط الثاني. هذه كرة ولكن ضعيفة، ولكن لا زالت خطيرة ومحاولة والإبعاد على نادي القاسم. نعم هو لا يهاجم كثيرا، لكن عندما يهاجم هو خطير. نعم خطير، وهو يبحث مثل هكذا الكرات المعاكسة، يلعب على الكرات المرتدة، على أخطاء المنافسين. شوف هذه الكرة الماضية، كرة عادت لمصلحة نادي القاسم، هذه خطيرة. من هناك يبحث، يواصل نادي القاسم بتسديده، ولكن عادت أقرب لدلاور، كانت من سيف الدين ظاهر. كرة أمامية ولكنها وصلت عند حارس المرمى، حارس مرمى نادي القاسم مصطفى جاسم. هذا كلاوديو أوليفيرا. كرة عالية وللأمام بالراس، لا زال نادي نوروز يبحث، يريد أن يسجل هدف في هذه المباراة. نوروز ويعني سبق لمدربين كبار دربوا فريق نوروز، تحدث عن نزار محروس، وأيضا جورفان فيرا، وأيضا قحطان كثير، وأيضا ياسين أراس سويدي، يلعبون في ملعب نوروز الذي يتسع ل 14,500 متفرج. بالنسبة لملعب نوروز الذي افتتح الموسم الماضي في مباراة كانت ضد النجف والفوز ب2-0. توجيهات مستمرة لحسن هادي، الرجل صاحب الشهادة التدريبية برو، وبالتالي يبحث مع نادي القاسم بهذه الظروف الصعبة التي يمر بها نادي القاسم في هذا الموسم. نادي القاسم تحدث يعني الموسم الماضي كانوا في المركز العاشر ب 52 نقطة، 52 نقطة. وأيضا نادي نوروز الموسم الماضي كانوا في المركز التاسع ب 53 نقطة. يعني نوروز والقاسم الموسم الماضي يعني كانوا متقاربين جدا في النقاط وأيضا في جدول الترتيب، ولكن هذه المرة وفي هذا الموسم نادي القاسم يعاني كثيرا، ونوروز يريد أن يستثمر هذا الموضوع. كرة اللعب هذه خطيرة من هناك والإبعاد، كرة لا زالت على جهة اليمين، دلاور من هناك، كلاوديو أوليفيرا، دلاور من جديد يحاول التسديد بالمباشر، خطيرة لمصلحة فريق نوروز بهذه الدقائق، يلف ويدور، ممكن لعب كرة أمامي، هذه خطيرة لمصلحة راوا يوسف، خطيرة، الله، جول أول في المباراة يسجل لمصلحة نادي نوروز. الله 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 الله، كانوا الأفضل، كانوا الأحسن، وبالتالي الآن يسجل نادي نوروز الهدف الأول في هذه المباراة، يسجل عن طريق محمد رضا، يسجل محمد رضا هدف الآن يأتي لمصلحة نادي نوروز. محمد رضا ليسجل هدفه الثاني في هذا الموسم. لاحظ هذه الكرة، هذا دلاور لف ودار بشكل ممتاز، هنا راوا يوسف، هنا المرور، هنا المهارة، وكرة، الله، سجلها محمد رضا. محمد رضا اللي يسجل ثاني أهدافه في هذا الموسم بعد أن سجل في مرمى الكهرباء، الآن يسجل ثاني أهدافه في هذا الموسم. نعم هو
هو محمد رضا بالتخصص، بالتوقع، بالتمركز، بالوقت المناسب، يسجل الآن هدف لمصلحة نادي نوروز، الهدف الأول في هذه المباراة. كانوا أفضل وكانوا أحسن، وبالتأكيد هذه ثمرة الاستحواذ. يسجل الآن بكرة خطفها نادي نوروز ليسجل الهدف الأول في هذه المباراة. نعم 1-0 الآن لمصلحة أبناء السليمانية، يفتتحون أهداف هذا اللقاء بهدف عن طريق محمد رضا. محمد رضا الخبرة في دورنا، تحدث عن محمد رضا والتجربة في الدوري الإيراني مع صنعة نفط عبادان، وأيضا مع الزوراء والجوية والطلبة، ولكن هناك عملية فحص للهدف في غرفة الفار، والهدف يحتسب بشكل رسمي الآن لنادي نوروز. نعم هدف الآن، اهتزت الشباك، تحركت الشباك في هذه المباراة. نعم هي يعني كل مواجهات الفريقين لم نشاهد الأهداف كانت خالية، وبالتالي لابد أن تهتز الشباك. هذه كرة من هناك، ولكن ماذا عن نادي القاسم؟ هسه نشاهد هناك عودة لنادي القاسم، ولكن هدف الآن هدف بالتأكيد سيحرك يعني المياه الراكدة في هذه المباراة. ممكن أن يندفع نادي القاسم أكثر. كرة اللعب في وسط الميدان، من هناك كرة عادت من جديد لمصلحة نادي نوروز. هذه محاولة خطيرة لأبناء السليماني. يا سلام، هذه كرة خطيرة، على كرة خطيرة جدا لنادي نوروز، وبالتالي مرت من هناك إلى ركنية لمصلحة نادي نوروز. كثيرة هي الركلات الركنية، أعتقد وصلنا إلى الركنية العاشرة لنادي نوروز لغاية الآن في هذه المباراة. محمد رضا صاحب الهدف بكرة هيئت أمامه من راوى يوسف، بينما هناك ركنية على تنفيذها كلاوديو أوليفيرا. والركنية لعبت بشكل قصير ذكي، لعب الكرة عالية، جول ثاني يأتي لنادي نوروز. الله الله الله، بكرة عرضية وبالراس سجل مروان حسين الهدف الآن. يسجل نعم ثاني أهدافه في هذا الموسم بعد أن سجل في مرمى الميناء، الآن يسجل في مرمى القاسم بكرة عرضية، واصطادها مروان حسين براسه ليهز شباك نادي القاسم. هذه الكرة العرضية وبالمقاس، الله الله الله، بالمقاس على الراس مروان حسين، ويهز بها شباك مصطفى جاسم. هدف ثاني يأتي لأبناء السليمانية بهذه اللحظات. لاحظ هذه الكرة العرضية وهذه الكرة بالراس، سجل من خلالها نوروز هدف ثاني. نعم هدف ثاني يأتي لنادي نوروز، يسجلون بهذه اللحظات ثاني أهداف المباراة وثاني أهداف أيضا مروان حسين في هذا الموسم، اللي سجل على الميناء الآن يسجل على نادي القاسم، بينما محمد رضا سجل على الكهرباء واليوم يسجل أيضا على نادي القاسم. 2-0. نعم الأهداف كانت حاضرة في كل المواجهات التي جمعت الفريقين، وبالتالي لابد أن نشاهد أهداف. ولا يمكن أيضا، هل يمكن لنادي القاسم أن يعود في الدقائق القادمة من هذه المباراة؟ نشاهد ونتابع بهذه الدقائق. الآن لمصلحة نادي القاسم على التنفيذ الكابتن مرتضى قصاد. هل سنشاهد هدف؟ يعني نادي القاسم سجلوا فقط هدفين في هذا الموسم لغاية الآن، سجل محمد علي وسجل حيدر عبد الرحيم. هل يمكن أن نشاهد هدف ثالث لنادي القاسم في هذا الموسم؟ هذه كرة محاولة للأمام والإبعاد، كرة عند راوى يوسف والإبعاد، الكرة مرت خارج أرضية الملعب.
كرة لمصلحة نادي القاسم بهذه الدقائق. علي عمار لعب الكرة أمامية، ولكن إبعاد بشكل ممتاز من دفاعات نوروز. كرة عادت لسيف الدين ظاهر، سدد كرة ولكن مرت سيف الدين ظاهر بتسديده، ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب في الكرة الماضية، خارج أرضية الملعب. نوروز اللي حافظ على شباكة نظيفة مرتين في هذا الموسم. نادي نوروز حافظ على شباكة نظيفة مرتين في هذا الموسم. في الجولة العاشرة لعب نوروز مع النفط وفاز بهدفين مقابل لا شيء، وفي الجولة الحادية عشر لعب نوروز وفاز على الغراف بهدف نظيف دون أن تهتز شباكة. هذه مباراتين لنوروز لم تهتز شباكة، بينما نادي القاسم يبحث بهذه الدقائق. هذه كرة خطيرة، يا سلام، داخل منطقة الجزاء، محاولة لنادي القاسم، يا سلام، مرور رائع، هذه محاولة، فرصة، الله، ضاعت على نادي القاسم. فرصة كانت بالإمكان أن تسجل، ضاعت عليك يا مرتضى قصاد. الكابتن نادي القاسم بكرة ممتازة مهارية بدخول ممتاز داخل منطقة الجزاء، لكن الله على هذا المرور الشجاع، وكرة ممتازة يعني تحضرت بشكل ممتاز. كان بالإمكان أن تكون الكرة في الكرة الماضية بأكثر دقة، ولكن ضاعت، وبالتالي يعني نادي نوروز يهرب من هدف محقق يضيع لأبناء مدينة بابل في الكرة الماضية. كانت بالإمكان أن يسجل نادي القاسم أول أهدافه في هذه المباراة، وأن يسجل ثالث أهدافه في هذا الموسم مع ردة فعل للمدرب حسن هادي. وهناك تبديل دخول بتشكيلة نوروز، يشترك بحسام مالك. حسام مالك إذن يشترك بصفوف نوروز بهذه اللحظات. كرة من جديد لمصلحة نادي القاسم على جهة اليسار. الكرة عادت، حاول صناعة فرصة جديدة. تحدث عن آخر ربع ساعة من نهاية هذا اللقاء. الكرة من هناك عن طريق شهاب. كرة عادت سريعة، نوروز يبحث، تواصل، يريد أن يسجل أكبر قدر ممكن من الأهداف. نادي نوروز في هذا الموسم يعني لديه فقط 11 هدف، مع أهداف مباراة اليوم يصل إلى الهدف 13، واليوم احنا في الجولة 13. فوز نوروز اليوم سيجعل أيضا يصل إلى النقطة 13 أيضا، يعني نقطة 13 الجولة 13 وأهدافهم أيضا 13 بالنسبة لنادي نوروز. كرة على جهة اليسار لمصلحة كلاوديو خطير كلاوديو. هذه محاولة فرصة فيها خطيرة لمصلحة نوروز. علي حسين أو علي حسام في الكرة الماضية أو في التبديل الماضي لنادي نوروز. كرة من جديد، أو علي حسين يشترك بصفوف نوروز. الكرة من هناك، لا زال نوروز. كرة عادت للأمام، كلاوديو دلاور على جهة اليمين، لعب الكرة أمامية، محاولة ولكن الإبعاد. كرة أبعدت، الكرة عادت من جديد في وسط الملعب، محاولة لصناعة فرصة جديدة لنادي نوروز الذي يبحث عن عودة ويحاول أن يقلص الفارق ولا تبقى النتيجة كما هي. شوف هذه الكرة الماضية وكرة الهدف اللي سجل من خلالها محمد رضا الهدف الأول لنادي نوروز بكرة ممتازة. وجد نفسه محمد رضا أمام الشباك ليسجل الهدف الأول
لنادي نوروز في هذه المباراة. محمد رضا صاحب الهدف. بالنسبة لنادي نوروز اشترك طبعا حسام مالك وعلي حسين وعلي خليل. كرة على جهة اليسار، هذه خطيرة. دلاور خطير داخل منطقة الجزاء. الله، دلاور بكرة كانت خطيرة جدا لنادي نوروز، كان بالإمكان أن يسجل الهدف الثالث، ولكن ضاعت في الكرة الماضية. مسلم ميثم يشترك ويغادر بهذه اللحظات سجاد جمهور، بينما اشترك بصفوف نوروز علي خليل وعلي حسين وحسام مالك، وغادر أكارا وراوى يوسف غادر أيضا، وأيضا غادر محمد رضا. مروان حسين اللي سجل الهدف الثاني. ركلة مرمى لمصلحة نادي القاسم. نقترب على آخر 10 دقائق متبقية على نهاية هذا اللقاء، والتقدم لنادي نوروز بهدفين مقابل لا شيء. لعب الكرة عالية بالراس، الكرة عادت من جديد. صافرة ومخالفة لمصلحة نادي القاسم في وسط الميدان. كرة على جهة اليسار من جديد، يا سلام، محاولة المرور. كرة لمصلحة نوروز. هل يكتفي نوروز بهذه الأهداف؟ طبعا لدينا بنفس توقيت هذه المباراة هناك زاخو متقدم بهدفين مقابل لا شيء على نفط ميسان، والكرخ أيضا متقدم بهدف على نادي أمانة بغداد. بعد هذه المباراة الموصل سيواجه نادي القرمة، بينما نادي النجف سيواجه نادي الغراف. كرة من هناك من جديد في وسط الملعب. نوروز بهذه الدقائق، نادي نوروز في الجولة القادمة سيواجه نادي الكرخ بالنسبة لنادي نوروز. لكن القاسم بمواجهة صعبة جدا في الجولة القادمة، سيواجه نادي القوة الجوية في الجولة 14 إن شاء الله. كرة من جديد لمصلحة نادي نوروز. من هناك محاولة صناعة فرصة، ضغط من لاعبي نادي القاسم. الكرة عادت عند حسام مالك من محمد حسين. الكرة عادت بالخلف، حاول صناعة فرصة جديدة على جهة اليمين. محمد دلاور عاد الكرة بالخلف أمامية في وسط الملعب، يا سلام، بنقلة ممتازة على جهة اليسار لنوروز. لا زال يتواصل، يضغط، يريد أن يسجل أكثر. فوز سيكون غالي لنوروز في هذه المباراة بعد الخسارة في المباراة الماضية من أمام الطلبة بهدف، بينما نادي القاسم وتتواصل الأزمة والنتائج السلبية، وبالتالي نتمنى أيضا نظرة للمسؤولين لهذا النادي، نادي القاسم اللي يمر بظروف صعبة قاسية جدا. نتمنى يعني أن تحل هذه الأزمات المالية لكل أنديتنا، ونشاهد دوري تنافسي عالي. كرة على جهة اليسار لمصلحة نادي القاسم، لعب الكرة أمامية والإبعاد يأتي. كرة عادت لمصلحة نوروز، محاولة صناعة فرصة جديدة في وسط الملعب للأمام،
يعود الكرة بالخلف لدلاور. محمد دلاور للأمام، يا سلام، مر بنجاح، لعب كرة عرضية من هناك والإبعاد. الإبعاد، الكرة أبعدت في الكرة الماضية من أمام علي خليل إلى خارج أرضية الملعب إلى ركنية. هذا جيفرسون يحصل على البطاقة الصفراء. بطاقة صفراء على جيفرسون في الكرة الماضية، وهذه الإعاقة اللي كانت على لاعب نادي القاسم في الكرة الماضية محمد علي، وبالتالي حصل على البطاقة الصفراء البرازيلي جيفرسون. هنا ركنية، لعبة أمامية خطيرة بالراس، الله الله الله، جول ثالث يأتي في المباراة. سجل مروان حسين الهدف الثالث بكرة ركنية رائعة جدا، ويسجل من خلالها مروان حسين الهدف الثالث. الهدف الثالث يأتي وثاني أهداف مروان حسين في هذه المباراة، وثالث أهدافه في هذا الموسم بالنسبة لمروان حسين. سجل الآن بكرة ركنية، الله، وضحى بإتقان بالنسبة لمروان، سجل من خلالها على نادي القاسم هدف. نعم، هو هداف ومتعود على تسجيل كرات مثل هذه. يسجل الآن مروان حسين هدف ثالث يأتي في هذه المباراة. مروان حسين اللي سجل هدف في مرمى الميناء، والآن يسجل ثنائية على نادي القاسم، يسجل ثالث أهدافه في هذا الموسم. صارت النتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء، وهذا ما كان يبحث عنه نادي نوروز في هذا اللقاء. كرة لمصلحة نوروز على جهة اليمين، دلاور عند الكرة، لعب الكرة أمامية ولكنها مرت على الجميع ومرت على كلاوديو أوليفيرا، وصلت إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي القاسم. القاسم بوضع صعب، والمباراة القادمة سيواجه القوة الجوية، لا شك أنها مواجهة صعبة. كرة اللعب أمامية للأمام بالراس، كرة عادت من أحمد إيسيا. من هناك آخر 4 دقائق متبقية على نهاية هذا اللقاء. طبعا نادي القاسم يعني تلقى هزيمة قاسية من أمام الشرطة ب7 أهداف لهدف، ونادي القاسم لا يريد تكرار هذه النتيجة. كرة من جديد من هناك، ولكنها مرت. عباس طارش سيشترك بهذه اللحظات. عباس طارش سيشترك ويغادر كلاوديو أوليفيرا بهذه اللحظات، ويشترك عباس طارش وولي كريم. نعم، سعيد جدا اليوم، سعيد جدا بهذا الانتصار، ودائما ما جمهور نوروز يتفائلون خيرا طبعا بالمدرب ولي كريم اللي سبق وان يعني عندما كان لاعبا لعب في كأس العالم للشباب عام 89، وأيضا يعني استدعى طبعا منتخب وطني، ولعب لنادي الجيش والطيران والطلبة والنفط عندما كان لاعبا بالنسبة لولي كريم. كرة من هناك على جهة اليسار، حاولت المرور، كرة عادت للخلف، يغير الاتجاه على جهة اليمين. دلاور، آخر دقيقتين متبقيتين على نهاية هذه المباراة من الوقت الأصلي، والنتيجة واضحة، 3 أهداف 3 نقاط لنادي نوروز لغاية الآن. عباس طارش من هناك يغير الاتجاه على جهة اليسار،
لأصحاب القمصان الحمراء يبحثون عن مزيد من الأهداف. يا سلام، مرور رائع وكرة ممتازة وخطيرة. هذه فرصة محاولة لمصلحة نادي نوروز بهذه الدقائق، ولكن يعود للخلف بينما كرة لمصلحة نادي القاسم. كرة كانت عن طريق هذا البوركيني إيلي سوا. الكرة من جديد عادت لمصلحة نوروز. أكثر استحواذ نوروز في هذه المباراة، استحواذ تام لنوروز، سيطرة كاملة على مجريات المباراة. هذا محمد حسين الحايك المحترف اللبناني القادم من صفاء بيروت اللبناني، وأيضا سبق ولعب مع نادي العهد اللبناني، وأيضا لعب مع تضامن صور هناك في لبنان. كرة لمصلحة نادي القاسم. الثواني الأخيرة على نهاية الوقت الأصلي. كرة أمامية ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. أيسر قاسم سيشترك في هذه اللحظات. وأيضا علي رحيم يغادر. قصاد مرتضى قصاد يغادر في هذه اللحظات. يشترك أيسر قاسم ويغادر أيضا محمد علي يغادر ويشترك علي رحيم. 3 دقائق أضافها حكم المباراة أحمد جمعة كوقت بدل ضائع على نهاية الوقت الأصلي من هذه المباراة. ونوروز بثلاثية لغاية الآن على نادي القاسم. نادي نوروز سبق وأن سجل ثلاثية نعم في هذا الموسم، ولكن كانت ب3 أهداف لهدفين على نادي الكهرباء في الجولة الأولى. بعد ذلك لم يسبق لنوروز أن فاز بثلاثية. نعم، فاز بهدفين مقابل لا شيء على النفط في الجولة العاشرة. كرة عادت عند حارس المرمى. حاول صناعة فرصة جديدة من جوشوا. كرة لمصلحة نوروز. كرة عادت في وسط الميدان. حاولت كسب المزيد من الوقت في هذه المباراة. من هناك للأمام لمصلحة نوروز. يلعب الكرة على جهة اليسار. يا سلام، هذه كرة ممتازة وخطيرة لنادي نوروز ومروان بالراس، ولكن عند حارس المرمى في الكرة الماضية هذا مروان حسين. وهذه الكرة الماضية الجميلة وهذه الكرة بالراس لكنها وصلت عند حارس المرمى. كرة من هناك على جهة اليمين لمصلحة نادي القاسم. حسن نشاهد هدف تقليص الفارق يأتي لأبناء مدينة بابل، مدينة الجنائن المعلقة، المدينة الجميلة بابل التاريخية التي علمتنا القراءة والكتابة والابتكارات. هذه المدينة تستحق أن يدعم نادي القاسم الممثل الوحيد لهذه المدينة. هذه كرة أمامية ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. خلاص هي آخر الثواني على نهاية هذا اللقاء. نستطيع أن نقول مبروك لجمهور نوروز، هارد لك لجمهور نادي القاسم. إن شاء الله التعويض في المباريات القادمة، مواجهات صعبة على نادي القاسم في المباراة القادمة، وهو يواجه نادي القوة الجوية. إذن أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، تأتي صافرة نهاية هذا اللقاء
بصافرة الحكم أحمد جمعة، معلنة عن نهاية هذه المباراة بانتصار نوروز ب3 أهداف مقابل لا شيء على نادي القاسم. أيها الأحبة، تقبلوا تحياتي معلق المباراة يوسف جميل، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.